ممكن يكونوا بنات مش محجبات مم. او يلبسوا براحتهم، مم. فالاقيها تتعرض انها تتخطب، تقول لي انا لازم اسمع كلام خطيبي، فهو طالب مني الالتزام وطالب مني مش عارف ايه، وهتنقب وهعمل. انا مش بقول ان ده صح او غلط، مم. هو فكره تغييرها. اه. انت اللي بيحبك بشكلك مم. ايا كان وضعك، ولو مم. انت عايزه تتغيري تتنقبي تلبسي ده من جواكي. مم. لكن فكره ان هي ماشي انا موافقه، بس على اساس في النهايه ايه؟ اصل انا كبرت في السن، اصل مش عارفه فلانه وفلانه اتجوزت، هنجيلها الحته فعادي. دي. الحته دي مهمه جدا على ده فكره. بيحصل ايه بقى بعد الجواز بقى؟ هل بتجيلها شويه مثلا احساس باللي هو ده متحكم؟ لا، مش ده اللي بيجي له. عارفه اللي امال بيجي بيجي لهم لهم ايه؟ ايه؟ تشبع من الشخص. انا كنت بعمل ده كله عشان احصل عليك وتديني الامان والارتواء اللي انا كنت بدور عليه عشان اكون مطمنه من جوه، وبعد كده شبعت فاكره حجابي واكره صحيح، نقابي. صحيح. عارفه ازاي؟ واكره مش عايزه خلاص. وتبدا بقى تفكر وتثور وتغضب وتسقط على حياتها وتبقى تفتعل خناقات من تحت الارض وعايز امشي. انا عايز مم. ارجع حره تاني. مم. وكذلك عند الراجل برضو على فكره، في رجاله بعد ما ترتبط بيبقى عندهم ارتواء خلاص، كان عايز جزء ليه علاقه بالامومه مثلا، مم. حابب مشاعر الامومه اللي عندها، وتساله كلت ولا ما كلتش، شربت ولا ما شربتش، مم. اوعى تنام من غير مشاعر. فارقه مم. معاه قوي الحاجات دي. مم. فجه اللي حصل لما جه ارتبط واتجوز وشاف ده كل يوم وتشبع منه. مم. انا مش عايز ده.